يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي يا ركاتي، بجد وحشتوني قوي قوي قوي. اخيرا فتحت الكاميرا عشان اصور لكم. عايزه اصور لكم من زمان جدا، بس كنت تعبانه، على مكسله، على مش طايقه نفسي، على مخنوقه جامد من هنا قوي. فخلاص يعني الموضوع بصوا بقى صعب، غير ان انا بقابل ضغوط كتيره قوي الفتره دي، اكتر من اللي كنت بقابلها قبل كده. انتوا عارفين ان انا بتلكك اصلا الضغوط. فالمهم انا خارجه دلوقتي، فقلت اصور معاكم وانا خارجه واصور لكم حاجات من يومي، وفي نفس الوقت عايزاكم تحددوا ميعاد لللايف، يعني يكون مثلا يوم الخميس بالليل، يوم الاربعاء، يوم السبت، يوم الجمعه، يوم من الايام دي حددوها علشان اطلع لكم لايف فيها، لان انا عايزه اتكلم معاكم كتير قوي. بس خلونا الاول نسلم السكر اللي هيكون معانا في فيديوهات بعد كده. شوفوا، فرحانه قوي في نفس الوقت تعبانه قوي، ففي مشاعر كتير متلخبطه مع بعضها، خوف على تعب على قلق على حب على حاجات كتير قوي قوي، فمش عارفه بصراحه. المهم يعني وان شاء الله هصور لكم حاجات كتير حلوه جديده يعني في حياتي في المستقبل باذن الله، تفيدكم وتفيدني. المهم دلوقتي بس بجهز الشنطه بتاعتي وانا خارجه، باخد طبعا حاجاتي. البوك ده شايفين اتقطع من هنا ولسه لحد دلوقتي متمسكه بيه، لان هو بتاع تيتا الله يرحمها، بحبه قوي 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 بجد يعني. وجبت حاجات كتير، بوكات جديد كتير، وبرده متمسكه بيه يعني. اوكي، هنحطهم في الشنطه هنا، والفلوس الفكه هنخليها بره في السوسته اللي بره هنا. بصوا كده، الشنطه دي مش عمليه قوي لانها بتتبهدل بسرعه، وبيبان فيها البهدله قوي بسرعه، بتتوسخ بسرعه قوي، فمش عمليه للايام الطويله، بس انا بحبها جدا يعني. وكمان عايزه اجيب شنطه للبيبي، بس محتاره ومش عارفه يعني اجيب شنطه عامله ازاي، ومش عجباني خالص الشنط بتاعت الامهات دي، عارفينها اللي هي ايه، اللي هي الشنطه اللي بتحط فيها البيبرونه وبتحط فيها الحاجات دي، مش عجباني نهائيا خالص. فعشان كده مش عارفه يعني اجيب شنطه زي دي كده، طب ما دي موجوده، ولا اجيب شنطه اللي هي بتتلبس على الدراع كده بس تكون واسعه شويه عشان تشيل حاجات البيبي. محتاره قوي، ففيدوني معاكم. ولا اجيب توتي باج، وانا كنت جايبه توتي باج قبل كده بس ما كانتش عجباني. انتوا تحسوا ان انا بنهك شويه، بس ده طبيعي يعني، طبيعي جدا يعني. نسيت الروج كومبو دول فظاع مع بعض التلاتة، بس ده خلص وانا زعلانه جدا 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 ان هو خلص. شوفوا ما بقاش، وانا برضو متمسكه بيه لاخر لحظه، وهموت واجيب نفس الدرجه تاني. ده حلو، هو ده نفس النوع برضو بس ده بني شويه، وانا حاطه منه النهارده، بس انا بحب الدرجه دي اكتر بكتير يعني. هي دي نفس دي تقريبا، بس كيوت قوي، بس ده ثابت ده مش ثابت. كفايه كده صح، كفايه كده. الشاحن بتاع اخويا اتقطع مني هيزعل قوي يا عيني، وكل شويه اقول انا هرجعه له واجيب لنفسي واحد جديد، وبرده ما برجعهوش وما بجيبش لنفسي واحد جديد، وهو استعوض ربنا خلاص يعني. دي التوتي باج اللي عندي، اللي انا كنت موريها لكم قبل كده. كنت جايباها من شي ان. بس مشكلتها الوحيده اللي معايا ان الايد بتاعتها قصيره، وانا عايزه توتي باج تكون عمليه اكتر من كده، الايد بتاعتها واسعه، عشان دي مش عمليه في وجود بيبي كمان وكده يعني، مش تبقى سهله خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا من السادس كده بدات ما اعرفش البس اي لبس من لبسي، كل لبسي ده عليا، كل لبس بلا استثناء. والفستان ده كان واسع وكبير عليا، مثلا مقاسين 3 اكبر مني، بقى حبيبي دلوقتي ما بلبسش غيره اصلا. شوفوا حلو قوي. اوكي، عايزه اجيب نقاب جديد، و اسمه ايه ده، معصم جديد، او مش عارفه، مش جاي في دماغي الاسم دلوقتي، فهجيبهم. بس هعمل لكم فيديو وانا بفتحه، يا اما لو جبتهم النهارده هفتحه لكم النهارده، عشان عايزه انزل لكم الفيديو ده بسرعه، عشان يعني اكلمكم على طول كده، متاخرش في ان انا انزله. انا حتى ممكن ما اعملوش مونتاج وانزله لكم كده على طول، علشان وحشتوني قوي ان انا يعني اشوفكم كده واتكلم معاكم. هلبس الكوتشي بقى بره، وطبعا بلبسه جوه على الكنبه جوه البيت، لان انا بقيتش اقدر اخرج بره ولا البسه ولا اوطي ولا كده، خلاص حالتي بقت صعبه قوي. فادعوا لي. الساعه كانت 10:15، صورت لكم مقطع 6 دقايق بس وانا بحط الحاجات في الشنطه. الساعه دلوقتي حاليا 11. ازاي النقله اللي بسرعه دي؟ انا قلت اخرج 10:15، 10:30 ولا ايه؟ النقله اللي حصلت دي ازاي؟ انا معرفش.
فادعوا لي ما اروحش متاخر. كنت خايفه قوي قوي من فكره الحمل مع النقاب قوي، وكنت ده كان من الحاجات اللي بتخليني اتردد قوي في لبس النقاب، اللي هو طب لما ابقى حامل وانا اصلا بتخانق ومش بعرف اخد نفسي، طب وبعدين، طب ساعه الولاده هعمل ايه، الحاجات دي كلها. بس بجد على راي واحده صاحبتي هي اللي شجعتني، قالت لي ربنا بيعين، ما تستنيش تقولي طب انا هعمل ايه، يعني خشي في الموضوع على طول وساعتها ربنا يعينك على طول. وياما منتقبات حملوا وهم لابسين النقاب، وولدوا وهم لابسين النقاب، واتعاملوا مع البيبي وهم لابسين النقاب. ف بجد يعني انا حامل اهو، انا نفسي ضيق اصلا، بتنفس بصعوبه جدا، بس حاسه ان النقاب مش عامل لي عائق، بالعكس حاسه ان ربنا شارح قلبي ليه كده بطريقه مش طبيعيه. فالحمد لله الحمد لله ان انا لابساه بجد. مش انا متاخره لازم ملاقيش عربيات، لو جت عربيه طالما متاخره لازم مفيش عربيات تيجي، لو مش متاخره بقى اول ما بعدي الطريق بلاقي العربيه جت على طول. الحمد لله. ايام فاتتني امتحانات على فكره بسبب الوقفه دي ومفيش عربيات. عيط والله.